السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا جمال ولد طالبة نور، الضحية المعتدى عليها من طرف طالبتين بالإقامة الجامعية لإضراب 6 ضيف، إقامة مخصصة للبنات. أصرح ما يلي: أنا عند بلوغي الخبر هذا كانت صدمة كبيرة، والاعتداء هذا المشهور على ابنتي ليس هو الوحيد، لكن كان قبله بيومين اعتداء أول بواسطة قارورة إطفاء الحريق. قامت البنتين أو الطالبتين بضخ محتوى السائل تحت باب الغرفة، كونهما يعرفان أنها مريضة بالربو. ولحسن الحظ أن الطالبة بنتي هي والزميلة تاعها كانوا في المطبخ، في المطعم، زي ما دخلوش. وبعدها واصلوا الاعتداء هذه المرة بسلاح أبيض شفرة حلاقة، محاولين إتمام العمل الإجرامي. وهذا أنا أعتبره، والمواطن البسيط للأحداث أيضا يعتبره، ويدل على أنها محاولة قتل. أنا أعتبره محاولة قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد. طيب سيد جمال، ذكرت في نعم. البداية أنه سبق لابنتك أنها تعرضت لمضايقات من طرف البنتين اللتان تقيمان معها في نفس الإقامة الجامعية. هل تم تبليغ الجهات المعنية بهذه المضايقات التي تعرضت لها قبل أن يوصل الأمر إلى حدوث مناوشات وتشويه وجهها بشفرة حلاقة؟ الخلافات هي عبارة عن خلافات بين طالبات، وعندها خلفيات، هذا الأخر. والإدارة على علم بذلك، لأنه الشيء هذا تاع مطفأة الحريق هذا اللي داروها على أساس هذه الخلافات اللي كاينة. وواصل، قلت أنا أعتبرها محاولة قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد، ولا أحد يستطيع كتم وإخفاء الحقيقة. فكيف لهم التأتيم الإعلامي وجعله مجرد حدث أو مناوشات بين طالبتين؟ طيب هل تم رفع دعوى قضائية ضد الطالبتين؟ هل قمتم بذلك من أجل أن العدالة تأخذ مجراها في مثل هذه الحوادث التي تحدث في الحرم الجامعي؟ سأخبرك. الشيء هذا اللي يجعلوه باللي مجرد خلاف خفيف، هذا الشيء اللي خلاني أرفع دعوة عند الشرطة اللي راهي تقوم بالعمل تاعها على أحسن ما يكون. وأنا ما نعرقلش تحقيق تاع الشرطة، نخلي الشرطة المعنية هما يقوموا كل شيء ويكشفوا كامل الحقيقة. ولهذا طالبت إدارة الإقامة، أكرر، طالبت إدارة الإقامة وما زلت أطالبها بتوفير الحماية اللازمة لرفيقات ابنتي. عندها رفيقات يعني، وهما اللي منعوها وهما اللي مشوا معها وهما كذا، هذو راهم في خطر. واني بلغتو مرتين 3 اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله. جزيل الشكر لك سيد